يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها. النهاردة هلال العيد، هنعمل كحك العيد جميل ويديب دوب أحلى مليون مرة من بتاع برا، وموفر وجميل وطعم. لا ده حاجة ايه فاخر من الاخر، حاجة خرافة هتوديكي في حتة تانية بجد، في منتهى الجمال والروعة. وشايفين ده يبدوب الحاجة في البيت يا جماعة بتبقى حلوة خالص، نظيفة ومش مكلفة زي اللي بتتباع برا. بسم الله ما شاء الله. انتي يا ست الكل تفرحي حبايبك وولادك بالعمايل الحلوة دي. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. معانا كيلو دقيق ونص كيلو زائد معلقة من السمنة البلدي، معها طبعا السمسم. انا دلوقتي هعمل ايه؟ طاسة على النار فيها معلقتين سمنة ومعلقتين سمسم، هشوحهم على النار كده لغاية ما يبقى لونه اللون البرونزي الجميل، ما يتحرقش منك ولا يبقى بني، يبقى الفاتح. وعندي نص كيلو ملبن هحط عليه السمنة بالسمسم اللي انا عملته على البوتاجاز، ايوه بالشكل ده. وهقعد بقى ادعكه او المه كده بالسباتولا، منفعش، لازم بايديا، لازم استخدم ايديا. هعجنه عجنة حلوة كده علشان يلين تحت ايديا، واعرف اعمله كور علشان احشي بيه الكحك. كور في حدود مثلا ايه 10 جرام 15 جرام حاجة زي كده. يعني احنا ما بنحبش الملبن الكتير في الكحك، وممكن حضرتك تعملي العجمية بس احنا ما بنحبهاش، بنفضل الملبن بس. طيب السمنة البلدي بتاعتك هتعملي بيها ايه؟ انا هعملها ولا على السخن ولا على البارد، انا هعملها وسط، يدوب تفك على النار. وهجيب الدقيق بتاعي واحط عليه ربع معلقة ملح ومعلقة نشا ونص معلقة بيكنج باودر او كيك شيف براحتك يعني، واحط 4 معالق سكر بودر. اقلب كل المكونات الجافة دي عشان تتجانس مع بعضها، واسمي الله، واحط السمنة البلدي بتاعتنا مع دقيق. وزي ما قلتلك يا ست الكل، هي وسط، ولا هي سخنة قوي ولا هي باردة، بتبقى يدوب تسيح على النار، وتقعدي بقى تبسيها، تبسي الدقيق يعني مع السمنة اطول وقت ممكن. يعني مش عايزة اقولك نص ساعة، ساعة الا ربع، لغاية ما الدقيق كله يتشرب السمنة. تمام، حلو قوي كده. نيجي بقى نعمل الخميرة الفورية بتاعتنا. لازم نختبرها ربع كوباية مية ومعاها معلقة سكر بودر وكيس بحاله من الخميرة الفورية، يعني هي حوالي 10 جرام 11 جرام. نقلبهم تقليبة حلوة كده ونغطيها علشان نركنها على جنب لغاية ما تخمر. تمام كده. هنجيب ده ريحة الموز، هي يدوب معلقتين هنحطهم على الكيلو دقيق، وهنحط معاها الخميرة الفورية. انا كده استخدمت ربع كوباية مية، لسه ما كملتش بقية الكوباية بتاعت المية. هعجن بيها الدقيق واحدة واحدة، حبة حبة، لغاية ما العجينة تلمي في تحت ايديكي وتبقى حلوة. هختبرها دلوقتي، هاخد حتة صغنونة وهنقشها علشان اشوف بتنقش حلوة ولا فيها اي خرابيش او مش ناعمة تحت ايديا يعني. لا حلوة خالص، هي دلوقتي جاهزة اللي انا اعمل الكحك الحلو الجميل بتاعنا. هاخد حتة صغنونة بحتة صغنونة كده واحط جواها الملبن واكورها،
وتأكدي انك بتقفلي على الملبن كويس علشان اثناء التسوية ما يخرجش من الكحكاية ويبوظ شكلها. وهنقشها بقى في كذا نقشة، انتي وراحتك، دي على حسب مزاجك. ممكن تبقى مدورة، ممكن تبقى فرع شجرة، ممكن تبقى على الشكل وردة. بصي انتي وراحتك، يعني ده شكل من الاشكال انا بعمله. والشكل التاني اللي انا ممكن اعمل ورقة شجر، بجيب حتة برضو واعملها طوليا كده بحيث يبقى ليها بوز كده ويبقى شكلها يعني الى حد ما زي ورقة الشجر، وانقشها برضو النقشة بتاعت ورقة الشجر بالظبط زيها بالظبط. احاول يعني اللي انا اقلدها. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال والحلاوة. العجينة تحت ايديا سهلة خالص، لا ده حاجة حلوة خالص. برضو هنعمل شكل تالت. بصي انتي وراحتك تعملي اي اشكال انتي عايزاها. المهم في الكحك ده يا جماعة انه اتعمل بكل حب وسعادة، فلازم يطلع حلو وجميل، مش عشان والله انا عاملاه بس. انتي يا ست الكل مادام انتي بتعمليه بكل حب لحبايبك وولادك اكيد هيطلع حلو خالص، واوفر من بتاع بره، واحلى واطعم ومضمون. على الاقل انتي شايفة المكونات قدام عينك عاملة ازاي، حلوة خالص. وكمان حاجة، الفرحة بتاعت العيد بقى وانتي بتعملي كحك العيد فرحة تانية خالص بجد، في منتهى الجمال والحلاوة. هعمل برضو شكل رابع. انا بعمل مجموعة اشكال قدام منك علشان اوريكي انتي تعمليها ازاي براحتك. ممكن اي شكل انتي عايزاه، جايز انتي متعودة على حاجة انا مش متعودة عليها، يعني نستفاد من بعض يعني. دي ممكن بقى بطريقة الوردة، قاعدة انقشها داير ما يدور لغاية ما ادخل على جوه وتعمل لي شكل الوردة، يعني الى حد ما يعني بس بالشكل ده. وهكمل بقية العجين لغاية ما اعمل الصواني بتاعتي. وعملت معايا صينيتين كبار. الصينية الاولى عملتها زي فرع الشجرة اللي هو ورق الشجر، والتانية بقى اشكال مختلفة انتي وراحتك. نحطها في الفرن ونسمي الله. بسم الله ما شاء الله. بعد ما خرجتها من الفرن حوالي قعدت نص ساعة، ما تكتريش على الخبيز بتاع الكحك عشان ما ينشفش منك. ما شاء الله. انا حطيته في الفرن حوالي نص ساعة على درجة حرارة 180. طلع بالشكل ده جميل في منتهى الجمال، تحفة 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 بجد. ولا الريحة طلع في منتهى الجمال والحلاوة. طبعا يا ست الكل ده سمنة بلدي فأكيد هتطلع في منتهى الشياكة. ولا الكحكة بجد دايبة دوب، حلوة خالص. ده انا هوريكي جميع انواع الكحك. شفتي دايبة ازاي؟ شوف دايبة تحت ايديا خالص. ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. يا ريت يا ست الكل تجربيها وتعمليها لحبايبك، مش هتبطلي طريقة عمايلها خالص. واهم حاجة في الخبيز اللي انت تطلعيه لون البرونزي الجميل. بألف هنا وصحتين، وكل عام وحضراتكم بخير. استنوني مع طبخة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.